بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإن الله عز وجل سبحانه وبحمده فاوت بين الليالي والأيام والشهور والأعوام لحكم وأسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولهذا تجد الأيام ليست على وتيرة واحدة، ولا الشهور كذلك، ولا الليالي كذلك. كل ذلكم أحبتي في الله إن الله عز وجل حكيم عليم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ومن ذلكم أيها الأحبة أن الله عز وجل فرض على عباده شهر الصيام، وجعل هذا الشهر شهر عظيم، شهر كبير، وشهر فيه الخيرات والبركات. فالله عز وجل أودع هذا الشهر من المحاسن والبركات، وفتح أبواب الجنات وإغلاق أبواب النيران والدركات، وتصفيد الشياطين، ما الله عز وجل به عليم. ولهذا أيها الأحبة كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يفرحون بقدوم هذا الشهر، فكانوا 6 أشهر يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان، لعلمهم أن هذا الشهر ليس كالشهور، هذه الأيام ليست كالأيام، لأن الإنسان أيها الأحبة فيها الخيرات والبركات. فلهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فكانوا يتغانمون ويرقبون هذا الشهر بفارغ الصبر، لعلمهم أن هذا الشهر يرتفعون به درجات ويكفرون به السيئات ويقربون من رب الأرض والسماوات. فلهذا الفرح والسرور بمثل هذا هو علامة الإيمان، وعلامة محبة الله عز وجل، وعلامة القرب منه سبحانه وبحمده، أن يفرح الإنسان بشهر البركات والخيرات. ولهذا ربنا عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن يفرح بالإيمان، ويفرح بالإسلام، ويفرح بالمواسم الغالية والأيام الثمينة، يفرح بذلك فرحا عظيما، كما أنه يفرح في أيام دنياه بأفراحه وأنسه وسعادته ولياليه، فليفرح أيضا بما أودع الله عز وجل هذه الأيام من السرور والحبور والأنس والراحة والطمأنينة. ولهذا أيها الأحبة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يا ترى ما هذه الفرحة؟ فرحة بانقضاء الصوم، وفرحة بانتهائه، وفرحة بسلامته، ومن ثم الفرحة الأخرى عند رب الأرض والسماء، وفرحة عند لقاء ربه حينما يجد أحوج ما كان إليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا أيها الأحبة ينبغي لنا أن نفرح، وأن نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم على حسن حال وأتم بال، وأن نضع لنا جدولا ونبرمج حياتنا إن أدركنا هذا الشهر. وإلا كم من الأنفس سوف ترحل قبل أن يدخل رمضان، لكن النية الصالحة والعزيمة الصادقة تبلغ الإنسان المنازل العالية، تبلغ الإنسان الدرجات الرفيعة. إنما الأعمال بالنيات، وربما كانت نية المؤمن خير من عمله. إذا نحن نفرح ونعقد النية الصادقة والعزيمة بإدراك هذا الشهر بالفرح والسرور والصيام والقراءة والذكر والبر والصلة والإحسان والتبكير إلى المساجد وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك من القربات والطاعات. فلهذا قال بعضهم: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام.
جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. الله أكبر عباد الله. شهر الأنس والطمأنينة، شهر يعيد للإنسان الحياة الطيبة والسعادة الأبدية، شهر يجد الإنسان فيه لذته ومرامه وبغيته وأنسه وسعادته بربه عز وجل. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولهذا انظر إلى أحوال الناس في رمضان، تتغير أحوالهم وتتغير صفاتهم، أخلاقهم، طبائعهم وعباداتهم، كل ذلك لما في هذا الشهر من الخيرات والبركات. ولهذا أيها الأحبة يجب علينا أن نكون فرحين مستبشرين، وأن نأنس بهذا الشهر الكريم بالفرح والسرور. لهذا أعظم وسيلة الصيام جاء به أن يوصلك إلى تقواه، التقوى التي بها عز الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة وفوز الدنيا والآخرة، وهي خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى التي بها الفوز والسعادة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. جاء رمضان ليطبق هذه التقوى ويوصل إلى هذه التقوى على أرض الواقع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. لأن الصيام على نوعين: صيام البطون عن الطعام والشراب، وصيام الجوارح عن الذنوب والآثام. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. ولهذا في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لأن ربنا عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، غني عنا وعن قرباتنا، صيامنا، صلاتنا، نسكنا، تعبدنا. ربنا غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. فنحن محتاجون إلى ربنا، ونحن الذين نريد أن نقرب من ربنا محبة وخوفا ورجاء. فجاء الصيام أيها الأحبة ليوصلك إلى هذه المعالم العظيمة وهذه الصفات النبيلة. ثم أيضا أيها الأحبة أعظم فضيلة وأنبل خصلة أن الإنسان يؤدي هذا الفرض طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل. لأن الإنسان إذا قام بما أوجب الله عز وجل عليه، هذا علامة الإسلام، علامة الإيمان، وعلامة حب الله عز وجل. في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مما افترضته عليه: قيامك بالصلاة، قيامك بالزكاة، قيامك بالحج، قيامك بصيام رمضان، قيامك ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بصلة الأقارب، بما هو واجب عليك. هذه من أفضل العبادات. لو لم تأتي بالمستحبات والخيرات يكفيك أنك قمت بما أوجب الله عليك فرحا مستبشرا مستجيبا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال: نعم. أأدخل الجنة؟ قال: نعم. القيام بالواجب والفرح بالواجب هذا من أعظم العبادات. ولهذا أعظم فرح وأعظم سرور أن الإنسان يؤدي الصيام هذا، لأن الله هو الذي أمره بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. السيد أيها الأحبة حينما يكون عنده عبد يملكه ويأمره وينهاه، أفضل لحظة عند السيد وأحسن لحظة عنده أن يقوم هذا العبد بما يأمره سيده أولا بأول يأتمر به ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه.
هذا يعطيه حوافز ويعطيه دوافع ويرفع معنويته ويزيد في راتبه. لماذا؟ لأنه قائم بالخدمة على الوجه الأكمل. كيف الإنسان إذا قام بما أوجب الله عز وجل عليه، فرح بالصيام، فرح بالصلاة، فرح بالزكاة، هذا نعمة من الله عز وجل. أذكر أحد الأثرياء الكبار في مدينة بريدة توفي رحمه الله، يملك يعني مليارات، فذات يوم خرج هو وإنسان من الحرم، وكان لا يقرأ ولا يكتب، كبير في السن، فقرأ فأعطى إنسان رقم، جاء اللي كان معه وأعطاه يعني رقم، قال كم زكاة هذا المال؟ كم زكاة هذا المال؟ هذا أخرج الحاسبة، ما استطاعت الحاسبة أن تحسب، أموال طائلة كبيرة جدا. فقال يا أبو حمد هذا المال زكاة كيت وكيت وكيت، يعني مال قوي وكثير وثري عظيم. فسجد في الشارع سجدة شكر لله عز وجل. يقول قلت لماذا فعلت يا أبا حمد هذا الفعل؟ قال الحمد لله الذي أعطاني هذا المال لأنفع به إخواني، لأن هذا المال مال الله عز وجل، مال الله عز وجل. أنت حينما يأتيك واجب وتقوم به، هذا من أعظم العبادات، هذا هو الواجب علينا. لا نقوم بالمستحبات وننسى الفرائض، نقوم بصلة الصديق ونعق الوالد، نقوم مثلا بالسنة ونترك الواجب. لهذا لما عمر رضي الله عنه ذات يوم بعد صلاة الفجر قال أين فلان؟ أين فلان؟ قالوا بات يعني قائما فنام عن صلاة الفجر. نام عن صلاة الفجر لأنه كل الليل يصلي، وصلاة الليل نافلة، لكن صلاة الفريضة واجبة. فقال عمر رضي الله عنه لئن أبيت نائما وأشهد صلاة الفجر أحب إلي من أن أبيت قائما. وصدق رحمه الله رضي الله عنه، لأن فعل الفرض لا يقارن بفعل النفل، فأعظم شيء تضعه في قلبك وتفرح به وتستر به أن رمضان فريضة أوجبه الله عز وجل عليه. لهذا تجد بعض عوامنا من الشفقة على رمضان، تجد له يعني أو بعض من فيه مرض يقول بلهجته العامية عسى رمضان يعني يخرج وأصوم كله، إذا انتهى رمضان أو إذا صمت رمضان فأنا بنعمة، لعلمه أن هذا على القيام بالواجب أمر عظيم وشأنه كبير. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإن زاد فنور على نور، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فينبغي لنا أن نفرح وأن ندعو الله أن يبلغنا رمضان على حسن حال وأتم بال، وأن ننوي النية الصادقة والعزيمة الخالصة بالأعمال الصالحة والغنيمة واستثمار الأوقات وصلاح الأبناء والبنات وصلاح الأفراد والمجتمعات، فهو يعود للأمة بالفرح والسرور والأوقات الحميدة والليالي السعيدة والهبات العظيمة من رب البرية. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان على حسن حال، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يوفقنا لمراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا، وأمنا في دورنا وأوطاننا، ومن أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وصحة أبداننا إلى مدة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالديهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.